الفيلم بتاعنا بيبدأ مع أنطون اللي كان قاعد بيذاكر، وفجأة بيسمع صوت أخوه الكبير، ولما بيبص من الشباك بيلاقي إن بولر واقف على السطح. فأنطون بيجري عليه بسرعة وبيدخله لجوه البيت. ورغم إن أنطون كان الصغير بس كان شايل مسؤولية أكبر بكتير من أخوه الكبير، وكمان كان بيساعده في حل واجباته المدرسية. وعشان عارف إن بولر مش زي باقي الأولاد، أنطون كان بيقرر يمارس دور الأخ الكبير معاه، وكمان كان بيساعد مامته في شغل البيت كل يوم. وفي يوم من الأيام وبعد ما بيخلصوا فطارهم، الأخين بيمشوا مع بعض على المدرسة، وكان وراهم أجنس، والبنت دي كانت معجبة بأنطون. وهم ماشيين بولر كان متضايق من مراقبة أخوه الصغير ليه، وبيقول لأنطون إنه يقدر يمشي لوحده. فساعتها أنطون بيقرر يختبره، وأول ما إشارة المرور بتبقى خضراء أنطون بيقول له يعدي الأول. بس أول ما العربيات بترجع تتحرك تاني، بولر بيخاف جدا وما بيكونش عارف يتصرف. ولما الإشارة بتفتح تاني، أنطون بيجري على بولر بسرعة وبيحضنه. وبسبب درجة التوحد العالية اللي عند بولر، كان بيعاني في التعامل مع المؤثرات الكتير اللي حواليه، وعشان كده ما كانش ينفع يتساب من غير رقابة. وأول ما بيوصلوا المدرسة، أنطون بيلاحظ مجموعة طلبة مشاغبين جايين ناحيتهم، فبيقول لبولر يستخبى وهو هيتعامل معاهم. وفي اللحظة دي بولر بيكتشف إن أخوه بيتسرق منه أكله كل يوم، وبيحس بالذنب إنه مش قادر يعمل أي حاجة عشان يساعده. وهم راجعين للبيت مع مامتهم بعد ما كانوا عند الطبيب النفسي، أنطون كان متضايق جدا إنه عنده أخ محتاج رعاية خاصة طول الوقت. ولما مامته بتركن العربية وبتنزل تشتري حاجات، أنطون بيشوف أخين بيلعبوا كورة مع بعض، وبيزعل جدا لأنه مش قادر يعيش التجربة دي. ولما بيرجعوا البيت، بولر بيجيب أدوات الرسم بتاعته، وبيفضل طول الليل غرقان يرسم رسومات غريبة. وفي محاولة منه إنه يعتذر لأخوه يرجع صداقتهم زي الأول، بولر بيديه مجموعة من الرسومات كان راسمها. بس أول ما بولر بيسيبه ويمشي، أنطون بيرمي الرسومات اللي أخوه اداها له في الزبالة. وبعد شوية أنطون بيسمع أخوه تاني على السطح، فبيطلع وراه. بس المرة دي بدل ما ينزله، أنطون بيقرر إنه ما يعملش أي حاجة، وبيفضل واقف يتفرج على بولر، وكان مستنيه عشان يقع من على السطح. وللحظة بدأ يفكر إن حياته كانت هتبقى أسهل بكتير لو كان أخوه ببساطة ما كانش موجود. وفي الوقت ده فجأة نيزك مشتعل بيقع في حديقة جنب المدرسة اللي أنطون بيدرس فيها. وتاني يوم لما المدرسة بتاخد الطلبة يتمشوا، الطلبة بيبتدوا يتفرقوا في الجنينة، وأنطون بيبدأ يلعب مع عنكبوت، وأجنس كمان كانت معاه. فبيبدأ يقول إنه بيتمنى إن بولر يتعض من العنكبوت ويتحول لسبايدر مان، وساعتها هو هيبقى الأخ الأصغر لبطل خارق. وفي اللحظة دي أنطون بيلاحظ دخان طالع من كوم التراب، فبيقرب منها عشان يعرف إيه سبب الدخان ده. وفي نفس الوقت والدتهم بتروح لمحل أعشاب طبيعية وبتدور على علاجات بديلة لابنها، والبياعة بتقترح عليها نبتة الرهبان التبتيين، وبتقول لها إن الرهبان اللي شربوا الشاي ده كانت حواسهم بتقوى وبيوصلوا لدرجة وضوح أعلى في فهم الحياة. ولما الأم بتسمع الكلام ده، بتقرر تاخد النبتة على أمل إنها تساعد ابنها في العلاج. ولما المدرسة بتخلص الحصة، أنطون بيلم حاجته بسرعة عشان يمشي قبل ما أجنس تيجي وراه. وهو ماشي بيخبط في عامل كان بيلون شبابيك المدرسة، والدهان كله بيقع على ماكس وصحابه. فأنطون بيخرج بسرعة من المدرسة قبل ما ماكس يلاقيه. بس في الآخر ماكس وصحابه بيقدروا إنهم يمسكوه يضربوه، وهو كان واقف مستني أخوه بره. ولما بولر بيشوف أخوه بيتضرب، بيستخبى عشان مش عارف يساعده. ولما أنطون بيكتشف إن أخوه كان شايفه وهو بيتضرب، بيتضايق وبيزعل جدا إنه ما عملش حاجة. ولما بيرجع البيت، أمه بتبدأ تعاتبه على طريقته في التعامل مع أخوه. فأنطون بيبدأ يقول لها إنه تعب من كتر ما لازم يساعد أمه في كل حاجة، خصوصا إنه دايما مسؤول عن أخوه. وبيقول لها إنه ما عادش مستحمل ومستني إنه يكبر بفارغ الصبر عشان يسيب البيت ده. وبعد الخناقة دي، أنطون بيطلع على السطح وبيبدأ يبص للنجوم وبيتمنى أمنية، وأمنيته الوحيدة كانت إنه نفسه أخوه الكبير يبقى كويس زي باقي الناس. وفي اللحظة دي بيشوف طيارة معدية فوق بيته. وفي نفس الليلة أنطون بيقرر يدور على كل الرسومات الأخيرة اللي أخوه كان راسمها له. ولما بيجمعهم كلهم، بيكتشف إنهم كونوا صورة كرة فضائية كبيرة وهي بتقع على الأرض. فأنطون بيقرر إنه يروح للجنينة اللي جنب مدرسته، وبيبدأ يحفر لأنه كان مقتنع إن النيزك وقع في المكان ده بالظبط. ولما أخيرا بيلاقي النيزك، أنطون بياخده معاه البيت وبيطلب من بولر يساعده يفهم هو إيه ده، لأنه مقتنع إن بولر عارف سر النيزك ده بسبب الرسمة اللي كان راسمها. وبولر بيقول إنه جاي من كوكب تاني. وفي اللحظة دي أنطون بيمسك
بيمسك مضرب بيسبول عشان يحاول يفتح الصخرة دي، وبعد ما يضربها مرتين القشرة بتبدأ تتفتح كأنها قوقعة، ومن جوه بتبدأ تطلع فراشات مضيئة. ولما أنطون بيقرب من الصخرة بيلاقي جسم غريب، ولما بيمسكه بيطلع منه شعاع أزرق بيضرب في صابع بولر، وساعتها صابع بولر بيبدأ يلمع وبيظهر وقتها هولوجرام لشخص اسمه لي، وده كان مهندس ألعاب وكان عايش في كوكب اسمه كايبر. ومن اللحظة اللي قرر فيها انه يتقاعد ليه بعت ألعابه في رحلة عبر الفضاء عشان أطفال تانيين في مجرات مختلفة يشوفوا أعظم اختراعاته. وبفضل القرار ده أنطون وبولر بقوا دلوقتي ملاك لجهاز اسمه التحكم في الرحلات الخارقة أو المعروف باسم STC، واللي ما ينفعش يتعرض بشكل مباشر للمية أو لأشعة الشمس. وفي نهاية الرسالة شاشة بتظهر في الأوضة وأنطون بيضغط على زر التشغيل، وفي اللحظة دي اللعبة بتبدأ تلمع وأنطون بيوجه شعاع الليزر ناحية حوض السمك، وبعد ما الشعاع بيضرب الحوض السمكة اللي في الحوض بتبدأ تلف بسرعة رهيبة وبتعمل دوامة جوه المية، فالاتنين بيخافوا جدا من اللي بيحصل وبيخرجوا من الأوضة بسرعة وبيقفلوا الباب عشان المصيبة اللي عملوها تفضل سر. وبعدها بيروحوا هما الاتنين عشان يناموا في أوضة بولر، ولما النور بيطفي صباع بولر بيلمع تاني، وفي اللحظة دي بولر بيستنتج انه ممكن يكون من كوكب تاني. وتاني يوم الأم بتحضر شاي الرهبان لبولر وبولر بيشربوا، وبعد كده بيروحوا على المدرسة. ولما بيرجعوا من المدرسة الأخين بيعرفوا ان أمهم بره البيت وانهم هيقضوا الليلة دي لوحدهم. فأول ما الأم بتخرج من البيت الاتنين بيجروا بسرعة على أوضة أنطون وبيلاقوا السمكة لسه بتلف حوالين الدوامة. ولما بيحاولوا يفهموا اللعبة دي تقدر تعمل ايه بولر بيطلب من أنطون انه يضربه بالشعاع، ولما بيضربه فجأة جسمه كله بيبدأ يلمع، ولما اللون الأزرق بيختفي بولر بيحاول يتكلم بس صوته كان غريب جدا، وأنطون بيجري بسرعة عشان يحاول يساعده. وفجأة بولر بيقوم من مكانه وبيبدأ يتصرف بشكل مختلف تماما كأنه بقى ولد عادي زي أي حد تاني. ولما أنطون بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل بيبدأ يجري ورا بولر وبيفرح لما يكتشف ان أخوه رجع طبيعي تاني وانه بقى عنده أخ كبير يعتمد عليه. وفي الليلة دي بولر بقى هو اللي بيساعد أخوه الصغير أنطون في حل واجباته المدرسية، وأنطون بدأ يحس براحة كبيرة لأنه أدرك إنه خلاص ما عادش مضطر يعمل المهمة دي تاني. ولما أنطون وبولر بيخرجوا من البيت بيقابلوا جيرانهم، والجيران بتبتدي تشتكي من الرسومات المرسومة على العمود اللي قدام بيتهم. وأول ما بيركبوا العربية وبيمشوا بولر بيشد العمود بإيده وبيشيله من مكانه وبيرميه في جنينة جيرانهم. وفي اللحظة دي أنطون بيحس بفخر كبير بأخوه الكبير وبيبدأ ينبهر بقوته. وأول ما الاتنين بيدخلوا البيت أجنس بتخبط على الباب عشان كانت عايزة تتكلم مع أنطون، بس أنطون بيتجاهلها مرة تانية وبيقفل الباب في وشها. وبعد كام ساعة الأم بترجع للبيت بتاعها وكانت بتحاول تصرف الراجل اللي كانت خارجة معاه، بس هو كان مصمم إنه يوصلها لحد باب البيت. فلما بتوصل للباب الخلفي الأم بتودع هنريك وبتقوله طريق السلامة أنت. تاني يوم الصبح الأم بعد ما بتحضر الشاي لبولر بتلاحظ إن ابنها بقى بيتصرف بشكل مختلف، فبتقوله إنها فخورة بيه عشان نضج وبدأ يتحسن. ولما بيخرجوا من البيت عشان يروحوا المدرسة أنطون بيطلب من بولر إنه ما يخليش مامته تلاحظ إن هو اتغير، وطول ما هما ماشيين للمدرسة أجنس بتفضل ماشية وراهم. والأول مرة في حياته أنطون بيحس بإحساس إن في أخ كبير بيساعده ومهتم بيه. وبعد كده وهو في الحصة أجنس بتبعت لأنطون ورقة صغيرة وبتبصله وهي مكسوفة وبتسأله فيها إذا كان عايز يبقى صاحبها. فأنطون بيفضل باصص للورقة ثواني وبيحس بالتوتر لأنه أصلا مش عارف يتعامل مع مشاعره ولا مع اللي بيحصل حواليه، خصوصا مع الضغط اللي عايشه بسبب أخوه. بس بدل ما يرد بآه أو لأ بيقرر يغير الموضوع خالص وبيرد رد مراوغ عشان يهرب منها ومن أي علاقة تشغله. وهو في الفسحة ماكس بيظهر كعادته وبيمشي ناحية أنطون وبيسرق أكل أنطون تاني، والمرة دي ما كانش مكتفي بالسندوتشات بس، لا ده بيقرر كمان يمد إيده وياخد المصروف بتاع أنطون. وأنطون بيفضل واقف ساكت وكان محروق جدا، بس المرة دي بنظرة تحدي أنطون بيقول له هقابلك بره المدرسة أنا وأخويا الكبير، وماكس بيوافق باستهزاء لأنه عارف إن الموضوع كله مجرد تهديد فاضي. وزي ما اتفقوا في نهاية اليوم أنطون وأخوه بيروحوا يستنوا ماكس وصحابه في ملعب الكورة، وبعد ما بيستنوا كام دقيقة بيبدأ يزهق من الأصوات والحركة حواليه وبيقرر إنه يمشي فجأة من غير ما يقول أي حاجة. وأنطون بيفضل واقف لوحده متردد ومش عارف يعمل إيه. وبعد شوية ماكس وعصابته بيظهروا وأنطون بيرجع البيت وهو متغطي بالطينة وكان زعلان ومتضايق جدا
وبيروح لاخوه على طول وبيتكلم معاه بعصبيه وبيقوله ان كل ده بسببه هو وانه ما كانش المفروض يسيبه ويمشي كده. وبعدها انطون بيروح على اوضته وهو بيغلي من جواه وبيشوط اللعبه اللي لقاها جوه النيزك بكل غضب، وفي اللحظه دي اللعبه بتقع جوه حوض السمك، وانطون بيلاحظ ان السمكه بطلت تلف حوالين نفسها زي ما كانت بتعمل قبل كده، فبيجري بسرعه عشان يشوف اذا كان تاثير النور الازرق وقف عن اخوه هو كمان. وبعد لما بيشوف اخوه بيحس باحباط شديد لان شكوكه اتاكدت، وبيعرف ان كل اللي حصل كان مؤقت وانه ضيع اخوه بايده. وبعد شويه الام بترجع البيت وهي تعبانه من الشغل، واول ما بتلاحظ ان بولر رجع لطبيعته القديمه وانه ساكت ومنعزل تاني بتحس باحباط كبير لانها بتعرف ان الشاي ما جابش النتيجه اللي كانت مستنياها. ولما انطون بيشوف الحزن اللي واضح في عين امه بيحس بالذنب وبيحاول يصلح الموضوع باي طريقه، فبيطلع اوضته وبيحط جهاز الاس تي سي فوق الدفايه عشان الحراره تنشفه ويشتغل تاني. وبعد ما بياخد شاور انطون بينزل تحت عشان يتعشى وبيلاقي امه عامله تورته ايس كريم وكان شكلها تعبانه جدا، فبيقرب منها بهدوء وبيحضنها من غير ما يقول ولا كلمه، وده عشان يواسي يطمنها انه جنبها. وفجاه الام بتسمع جرس الباب وكانت مستغربه ومش عارفه مين اللي ممكن يجي في الوقت ده، ولما بتروح تفتح بتلاقي اجنس في وشها وكانت واقفه مبتسمه وشايله ظرف في ايديها وبتقول لها انها معاها دعوه خاصه لانطون. وبعد ما انطون بيفتح الظرف بيكتشف ان في حفله تنكريه اخر الاسبوع في المدرسه، واجنس بتقول له يختار لبس حلو ومميز لان هيبقى في مسابقه لافضل لبس تنكري. ولما انطون بيسمع الكلام ده بيتردد شويه وبعدين بيرفض الدعوه لانه حاسس ان عنده مشاكل اكبر من انه يروح حفلات، بس امه بتصر انه يروح مع اخوه وبتقول له انها هتوفر لهم اللبس بنفسها وانهم لازم يخرجوا ويعيشوا حياه طبيعيه شويه. تاني يوم لما انطون بيوصل المدرسه بيشوف عصابه ماكس وكانوا جايين ناحيته من بعيد وقلبه كان بيدق بسرعه وبيفتكر اللي حصل له امبارح، فبيستخبى بين صناديق الزباله وبيفضل ساكت ومستخبي عشان محدش يشوفه، والمره دي بينجح فعلا انه يعدي من غير ما يشوفوه. وفي اللحظه دي اللمبه بتنور فوق راسه وبيجيله فكره عشان يخلي جهاز التحكم يشتغل من تاني. انطون بيجيب الاستشوار بتاع امه وبيوجه الهواء الساخن على جهاز الاس تي سي، واول ما بيعمل كده الجهاز بيبدا يلمع لمعان خفيف، وفجاه السمكه بترجع تلف في الحوض تاني بسرعه زي ما كانت قبل ما الجهاز يقع في الميه. ووقتها انطون بيفرح عشان خطته نجحت وان الامل لسه ما ضاعش، بس في الوقت ده الهولوجرام بيظهر مره تانية وبيقول له انه جهاز الاس تي سي هيتوقف نهائي خلال 36 ساعه لانه تعرض للميه. وفي اللحظه دي انطون بيسمع موسيقى عاليه طالعه من اوضه اخوه، ولما بيروح هناك بيستوعب ان بولر اتغير تاني وبقى بيتحرك ويتكلم بثقه وشخصيه مختلفه خالص. وقبل ما يفهم اللي بيحصل بيلاقي الشباك بيتفتح فجاه وبولر بيجري ناحيته وبينط منه لبره، ولما بيبص للسما بيتصدم لما ابتدى يشوف اخوه بقى بيطير في الهواء، فبينزل من البيت بسرعه وبيجري في شوارع المدينه ورا اخوه كانه شايف حلم بيتحقق قدامه. بس في نص الطريق بيلمح اجنس جايه ناحيته فبيبدا يتهرب منها، وبعدها بيبص على بولر وهو طاير وبعدها بيقع في الارض. وفجاه بيظهر جارهم نابو قدام باب البيت، فالاخين بيتوتروا جدا وبيجروا بسرعه لجوه البيت وبيحاولوا ينظفوا نفسهم ويستحموا بسرعه قبل ما امهم ترجع من الشغل. ولما الام بتشوفه بالشكل ده الامل بيرجع لها تاني وبتبدا تحس ان ابنها اخيرا بقى اقرب لولد طبيعي. وفي اللحظه دي انطون بيحس بقلق لانه عارف ان كل التغيير ده مؤقت وان خلال اقل من 30 ساعه بولر هيرجع تاني لنفس حالته القديمه وكأن كل ده ما حصلش. وفي اليوم اللي بعده الام بتروح للمحل تاني وبتشتري شاي اكتر وهي مقتنعه ان النبته دي هي السبب في تحسن بولر، وبتفضل تتكلم مع البياع عن التغييرات اللي لاحظتها. وبعد شويه بترجع البيت وبتدي اولادها لبس تنكري للحفله وبتختار لبولر زي بطل خارق وبتختار لانطون زي فضائي صغير. وبعدين بتاخد انطون على جنب وبتطلب منه يوعدها ان اللي هتقوله له يفضل سر وما يحكوش لحد. وبعد ما بيوعدها بتقوله انها بقالها فتره بتدي بولر الشاي كل يوم قبل النوم لانها لاحظت انه بيهدي اعصابه وبيخليه يركز اكتر. ولما انطون بيسمع الكلام ده بيتلخبط لانه عارف ان السر الحقيقي هو جهاز الاس تي سي مش الشاي. وبعد ما بولر بيلبس اللبس بيتقمص الدور بجد وبيقرر فجاه انه لازم يدافع عن اخوه الصغير من تنمر ماكس وعصابته، وبيقول لهم انه هيستناهم في الملعب بالليل لو كان عندهم شجاعه اصلا انهم ييجوا. وبعدها بيشوط الكره في الهواء والكره بتطير لمسافه بعيده فبيتصدموا من اللي شافوه وبيخافوا وبيمشوا. بس اول ما بيرجع البيت بيهدى شويه وبيلاحظ على جهاز الاس تي سي ان الوقت المتبقي لقواه الخارقه بيقل بسرعه وان خلال ال 11 ساعه الجايين كل حاجه هتختفي. فبيقعد على السرير وهو زعلان لانه مش عايز يرجع لنفس النسخه المنعزله دي تاني. وانطون بيحاول يواسيه
سي، بس بولر بيكون فاهم ان مفيش طريقة هتقدر توقف العد التنازلي ده. وبعد شوية بيقرر انه بدل ما يضيع الوقت في الزعل لازم يستمتع باخر ساعاته مع اخوه ويعيش حياته. فبيمسك جهاز الاس تي سي وبيوجهه ناحية انطون وبيضغط الزرار عشان يدي لاخوه الصغير هو كمان قوة خارقة. وبعد كده الاتنين بينزلوا وبيروحوا المدرسة وبيلاقوا المكان هادي جدا، وبيشوفوا اجنس لابسة زي قطة سودا وكانت واقفة لوحدها، وساعتها بيعرفوا ان مفيش حد في الحفلة وان كل حاجة متحضرة مخصوص ليهم. وفي اللحظة دي اجنس بتطلع صندوق صغير وبتقول انها عاملة سحبة اسماء عشان تختار مين يرقص معاها، ولما بتفتح الورقة بيكون اسم اللي اتسحب هو انطون، وطبعا بيكون ده بالصدفة ومش مرتبة ليه خالص. وانطون بيبتدي يتوتر شوية بس بعدها بيوافق. بس في الوقت ده بولر بيستغل الفرصة وبيبدأ ياكل الاكل اللي موجود في الحفلة، ولما بيقرب من صندوق السحب بيلاحظ ان كل الاوراق اللي جوه مكتوب عليها اسم انطون بس، فبيفهم ان اجنس كانت مخططة لكل ده من البداية. وبعد يوم طويل كانوا مبسوطين فيه، انطون وبولر بيرجعوا البيت وكانوا تعبانين جدا، بس اول ما بيدخلوا بيلاقوا هنريك موجود مع مامتهم وهي كانت ساكتة ومتضايقة من وجوده. فساعتها بولر بيبص لانطون وبياخدوا هنريك معاهم وبيطلعوا على الدور التاني وبيدخلوا الحمام وبيوقعوه على الارض وبيبتدوا يستخدموا الفرشة وبيغسلوا اسنانه. وبعد كده بولر بيقف قدامه وبيطلب منه انه يمشي من البيت وما يرجعش يضايق امهم تاني. وبعدها انطون وبولر بياخدوا مامتهم معاهم وبيطلعوا على السطح عشان يغيروا المود بتاعها وبيوروها منظر المدينة من فوق، وهي كانت مبسوطة جدا ولانهم كانوا عارفين انها دايما بتحلم انها تزور باريس. فانطون وبولر بيقرروا يعوضوها عن ده وبيمسكوها من ايديها وبيطيروا بيها، وبعد ما يلفوا في السما كام دقيقة بينزلوا على محل ايس كريم وبياكلوا من هناك وبيبداوا يتصوروا كام صورة مع مامتهم وهي كانت فرحانة جدا. وبعدها بيرجعوا البيت بس كانوا زعلانين شوية لان القوة دي هتخلص بعد شوية دقايق بس. وبعد ما بيدخلوا الأوضة بتاعتهم وبيقفلوا الباب، انطون وبولر بيبصوا على الجهاز وبيلاقوا ان لسه فاضل 15 دقيقة قبل ما يبطل يشتغل للأبد، بس هما بيقرروا انهم هيستمتعوا لحد اخر دقيقة وبيقرروا انهم يروحوا يواجهوا ماكس وعصابته. وهما في الطريق بولر بيبص للسما وفجأة بيغيروا المسار بتاعهم وبيبدأوا يطيروا لفوق اعلى واعلى، وبيقفوا لحظة وبيشوفوا الشروق بتاع الشمس. فجأة بيطلع صوت جاي من اللعبة بيعلن ان اللعبة خلاص انتهت، وفي نفس اللحظة دي القوة بتاعتهم بتختفي وبيبدأوا يقعوا من السما بسرعة رهيبة. بس انطون لحسن حظه كان معاه مظلة احتياطية وبيفتحها بسرعة وبيمسك اخوه وبيقدروا انهم ينزلوا على الارض بسلام. ولما بينزلوا على الارض وبيبصوا حواليهم بيلاقوا نفسهم نزلوا في ملعب الكورة، وفي الوقت ده بولر بيكون رجع لحالته القديمة وانطون بيحاول يهديه ويطمنه، بس في الوقت ده بيشوفوا ماكس وعصابته جايين ناحيتهم. فانطون المرة دي بيقول لاخوه يفضل وراه، بس بولر في اللحظة دي بيدرك ان اخوه في خطر فبيحاول يخوف ماكس وعصابته بالكلام، بس هما شايفينه واقف متردد وخايف فبيقربوا منه وبيبداوا يستهزئوا بيه. فانطون لما بيشوف اخوه خايف بيتحدى ماكس في خناقة، وبولر في الوقت ده بيقف جنب انطون رغم خوفه، فماكس وعصابته بيقربوا منهم وبيفضلوا يضربوهم، ولما بيسيبوهم يمشوا انطون واخوه بيستفزوهم تاني فبيرجعوا يضربوهم كذا مرة لحد ما ماكس وعصابته بيزهقوا وبيمشوا. ووقتها انطون بيشكر بولر انه وقف جنبه رغم انهم اتضربوا. وبعد ما بيرجعوا البيت بيقرروا انهم يخبوا الجهاز ده في مكان عشان محدش يعرف عنه حاجة، وبيحطوه في صندوق قديم وبيخفوه. بس بالليل وهم نايمين بتحصل حاجة غريبة، اللعبة بتبدأ تلمع فجأة وبتطلع نور ازرق قوي جدا، وبيسألوا نفسهم هو اللعبة خلصت ولا لسه في اسرار كمان مخبياها. وبكده يكون الفيلم بتاعنا خلص لسهرة النهاردة. كلمة بقى ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب في الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك عشان تتابع كل جديد. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.